اكو بيوت اول ما تطبها تحس روحك تثقل، كأنك داخل حضن مو إلك. بيت بحي منسي ببغداد، ممراته ضيقة، حيطان مشققة، وسكوت الليل بيه ما يطمن. القصة هاي مو من نزل خيال، القصة هاي لقيناها بدفتر قديم بين الركام، بين أوراق صفراء ومذكرات بخط يرتجف. راح نحكي لكم عن عائلة دخلت هذا البيت بسنة 1996. القصة تبدي بسيف، طفل كان يركض بالبيت وبعدين صار يركض داخل الكوابيس. العائلة كانت تحلم ببداية جديدة. أبو سيف موظف بسيط، تعب من الإيجارات العالية، لقى إعلان البيت للأجار بسعر بسيط شبه مجاني. المنطقة هادية زيادة عن اللزوم. أبو سيف يقول لأم سيف خلينا نعيش بيه مؤقتا، هو أرخص شيء. بس من أول ليلة حسوا البيت ما ينام، حيطانه تبرد فجأة، حتى بالصيف تحس الهواء يصفر من المكان ما تدري منين. أم سيف كل ما تنظف زاوية تحس إنه أحد يباوع لها. مو بس هي، حتى سيف بلش يصرخ يصفن بالشباك وهو ساكت، كأنه يسمع صوت ما حد غيره يسمعه. سيف بهمس، هو يقول لي لا اطلع، بس ما راح اسمعه. ابو سيف يضحك، يعتقد ان ابنه يتخيل مثل كل الاطفال. بس الام كانت تحس اكو شي غلط، بس احساسها يقول هذا البيت بيه عين. الليالي بدأت تتغير، وسيف تقعد بالثنتين بالليل على صوت خطوات بالغرفة. تمشي باتجاه غرفة سيف، تفتح الباب بسرعة، تلقى سيف نايم بس اللعبة مالته مشموعة على الباب. تحاول تهدي نفسها بس فجأة تسمع صوت خافت وراها، رجعيها يمه. هو يزعل إذا لعبته ضاعت. تلتفت ما تلقى أحد. بس من ثاني يوم سيف ما صار يتصرف طبيعي كطفل، يقعد بالزاوية يرسم رموز غريبة، يشخبط دوائر متقاطعة، خطوط متعرجة، عيون مفتوحة. أبو سيف يقول لأم سيف هاي شنو؟ منين جاب هالرسوم؟ أم سيف تقول له ما أدري، حتى القلم ما أدري منين جابه. ويا كل ليلة الأصوات تزيد، باب الحمام ينفتح لحاله، أباجورة تنطفي وتشتغل. سيف قام يحكي ويا شي ما يبين. سيف يقول لهم هو صديقي بس ما يحبكم. أم سيف تنهار من الخوف، تبدأ تشوف كوابيس بس وهي قاعدة، تشوف مراية الحمام مكتوب عليها كلمات بالدم وتختفي. أبو سيف يسمع صوت بكي أطفال بالليل، يركض على غرفة سيف بس يلقاه نايم، بس أطراف فراشه محروقة. جيران ما يتقربون، رجال كبير بالعمر يجي ينبههم. هذا البيت بيروح مربوطة، شوفوا لكم مكان قبل لا يفوت الأوان. بس أبو سيف ما يصدق، يحاول يكون واقعي. بس الموقف الحاسم اجى لما سيف اختفى. الصبح سيف ما موجود، باب البيت مفتوح بس ماكو أثر. بعد أيام من العجز أبو سيف يدخل القبو، يلاحظ أنه الحيط الخلفي بيه شي مو طبيعي. يبدأ يحفر، يلقى فتحة سرية بيها درج ينزل جوا القاع. بممر ضيق يلقى غرفة صغيرة بيها كرسي وشمع مذاب وحيطان مليانة رسوم شيطانية. وياها دفتر قديم مكتوب بخط إنجليزي ركيك وبيه رموز سحرية. الدفتر يحكي قصة رجال كان ساكن بالبيت، يمارس طقوس لاستحضار الأرواح. كان يحاول يرجع روح زوجته المتوفية بس فشل، وفتح بوابة شي ثاني، شي أكبر شي أخبث. الروح رفضت تترك البيت، وكل طفل يدخل البيت تلبسه. دفتر ينتهي بجملة أرجوك إذا قرأته لا تبقى هنا لأنه هو يشوفك هسه. الأب يحرق الدفتر بس سيف ما رجع. العائلة تغادر البيت وبعدها تختفي تماما، ما حد يعرف مصيرهم. لحد اليوم البيت واقف، ما حد يقدر يشتريه ولا حتى يقرب له. اللي يمر من يمه يسمع صوت طفل يضحك ويقول رجعوا لعبتي قبل ما يزعل. شنو رأيكم، حادثة طبيعية لو لعنة؟ اكتبوا لي تحت.